النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض أحلى شوربة عدس. هنحتاج حوالي ربع كيلو من العدس المغسول كويس ومتصفي، ومعايا ربع كيلو من الشعرية، و2 جزراية متقطعة طرنشات، و2 طماطم متقطعة مكعبات، وبصلاية كبيرة متقطعة، وحوالي فصين توم. وهنحتاج ملح وكمون وفلفل ورشة بسيطة من السكر. وفي حلة على النار هحط العدس الأصفر وهضيف عليه كل الخضار اللي عندي، البصل والبطاطس والطماطم وكمان الجزر، وهغطيهم بقى بمية مغلية حوالي كده لتر مية، وهغطي الحلة على نار عالية لغاية ما يغلي وأوطي عليه خالص وأسيبه يستوي براحته. هرفع الحلة من على النار وهفضيها في الخلاط. الحلة بتاعتنا رجعناها تاني على النار. هحط بقى مكعبين من الزبدة وهبتدي أضيف الشعرية بتاعتي، وبعدين هضيف الثوم المهروس. هنزل بالعدس وهقلب، وهحط بقى الملح وكمون وفلفل ورشة بسيطة خالص من السكر، وهيكون استوى معانا بالشكل ده.